بان مستشفى علي عبد الله ولا قنبله موقوته ولا بوطوار اللي كاين. المستشفى هي والصحه فينا هي والصحه فينا هي المستشفى هي المستشفى هي والاداره فينا هي والاداره فينا هي الحكومه فينا هي والحكومه فينا هي والصحه فينا هي والصحه فينا هي المستشفى هي والمستشفى هي والصحه فينا هي والصحه فينا هي المستشفى هي المستشفى هي والصحه فينا هي والصحه فينا هي. اليوم كنشوفوا وقفه احتجاجيه على الاهمال اللي كيعرفوا مستشفى مولاي عبد الله. اشنو الراي ديالكم في هذه الوقفه نيت والاهمال اللي هذه سنين كيقول مستشفى مولاي عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقا نشكر هذه الجريده على هذه الاستضافه هذه. اللي بغيت نقول انا في الحقيقه هو هذا المشكل ديال المستشفى اللي كاين مولاي عبد الله المحمديه كان كيعاني من مشكل قديم منذ سنوات. راه لاحظتوا كانوا النقابات كيشكيو والمجتمع المدني كيشكي المتحدثين كيشكيو ولكن ما كانش شيء استجابه. دابا بدا التغيير ان شاء الله بدا التغيير لان تبدل السيد من الدوره بدا التغيير ولكن وقعت حادثه اللي بحقها هي اللي حركات هذا الملف من جديد وحق جات هذه القضيه اللي هي كارثه بالنسبه للساكنه وبالنسبه للاهل ديال الضحيه. جات هذه الكارثه اللي بحقها عاود حياه هذا المشكل من جديد خص المسؤولين على هذا القطاع يدخلوا ويجيو للمحمديه لان الحق الصحه المحمديه ماشي على كتلبي الحاجيات ديال الساكنه. راه ما كاين حتى شي حاجه بحال ما كاين مستشفى مولاي عبد الله ماشي حتى شي مستشفى صغير في شي مدينه اخرى ما كاين حتى شي حاجه والو. كنعرفوا مستشفى مولاي عبد الله كيضم الاقاليم المجاوره بحال بن سليمان جمعيه فضالات جمعيه المليله بوزنيقه بن سليمان. تمام كاين 6 جماعات المحمديه بني خلف شلالات عين حروده سنتم عليه زائد بن سليمان ولكن ما كاين والو لا يرجونس في المستوى لا نزل التشريح الوفيات ما كاينش لا مورغ ما كاين. سبحان الله هذه المدينه هذه مهمله وهذا منذ سنوات حتى التلقيح وصلت لدرجه بان التلقيح ما بقاش كيدار كاع في هذه المدينه. وانا كنطلب باش المسؤول خصهم ضروري ويدخلوا بسرعه لان راه كاين واحد الانتقاد كبير بالنسبه للساكنين. هذه المساله الاهمال هذه غير النقطه التي افاضت الناس كما كتبان. راه كاين بزاف ديال هذه الحالات ديال الوفيات لا بالنسبه للدراري اللي كيتزادوا لا بالنسبه للنساء وغير تدخل فوري باش يتحل هذا الاشكال هذا من ديال السي موسى الغلاط. كنعرفوا بعض الجمعيات من المجتمع المدني اسبق لهم مراسلو المندوب الصحه وكنعرفوا غياب كنعرفوا عندنا 3 البرلمانيين هنا في المحمديه كنعرفوا غياب تام للبرلمانيين. محمد هو كاين بحق كاين 4 البرلمانيه في المحمديه ماشي 3 كاين 4 البرلمانيه في المحمديه. والعمل تاع البرلمانيه كتعرفوا عمل اللي هو تشريعي راه قليل. حنا بالنسبه لنا العلاقه مع الوزراء والاسئله ديالهم والمراقبه ديال هادشي موصلينو ليه الوزير العديد من المرات وكنقول ليه باش يتدخل. الاشكال اللي كان عندنا هنا هو الاشكال ديال المندوب السابق. انا باش بصراحه اللي كان عندنا المندوب السابق هو اللي كان موقف لينا كل شيء. راه لاحظتوا حتى المستشفى راه البريه ديال الشراس نطيح ما كاين حتى شي حاجه والو. وهذا الاهمال منين جا؟ راه جا سنوات. حقا المندوب اللي جا جديد كنتمناو يكون فيه خير ان شاء الله. حقا راه بدا بالتغييرات ودار واحد راه بدا في التحقيق هذا بهذه الكارثه هذه ونتمناو يكون تحقيق نزيه ونعرفوا تكون النتائج ونعرفوها ويعرفها المجتمع المدني. السي موسى الغلاط البرلماني بغيناك توجه رساله لوزير الصحه من هذا المنبر ديال المحمديه فاتحه. وزير الصحه كنقول لك خصو يجي بسرعه المحمديه راه ما كاين بالنسبه للصحه راه ما كاين حتى شي حاجه. المستشفى فارغ من التجهيزات من كل شيء. هذه كنقول لك في المدينه في السونتر اما الا مشيتي في الجامعه القرويه راه ما كاين حتى شي حاجه. راه مشيتي لبني خليف ولا مشيتي لسمسم مجدول راه ما كاين حتى شي حاجه والو. احنا هذا المستشفى الاقليمي اللي مهمل تماما بغض النظر على المستوصفات والمراكز الصحيه. كنقول لك زعما شوف الحاله ديال هذا المستشفى اللي هو ما بالك في المستوصفات داكشي راه ما فيه حتى شي حاجه والو نهائيا. راه يدار خص السرعه باش تكون تدخل سريع لهذا المستشفى الاقليمي باش يكون هذا المستوى ديال الساكنه ويلبي غير الحاجيات ماشي المستوى يلبي الحاجيات الضروريه والاساسيه. السي موسى الغلاط النائب البرلماني شكرا على مولانا سعودية تبارك وقدس يا من العمل العظيم يا رحمن الرحيم مولانا سعودية تبارك وقدس يا من العمل العظيم. جمعوي
بعد تاجيل الوقفه الاولى اللي كانت صادفه يوم الاربعاء اليوم الجمعه، كيفاش دازت الاجراءات ديالكم باش توقفوا اليوم الوقفه الاحتجاجيه؟ الاجراءات ديالنا كانت بدات يوم الاثنين. كان عندنا الوقفه كان مزمع تنظيمها يوم الاربعاء. السلطات المحليه عين المحمديه احتجات قالت اننا ما التزمناش بالمساطر القانونيه، اذا خاص تفوت واحد 3 ايام حسب ما كاين في قانون الحريات. حنا اضطرينا اننا اجلنا الوقفه الى يوم الجمعه، والاخبار الثاني مشى يوم الثلاثاء، اذا استوفينا 3 ايام. حقا توصلنا بمنع، المنع لم يستوفي الشروط القانونيه لانه انبنى على المراسله او الاخبار اللي حطيناه يوم الثلاثاء، بيد اننا حطينا ارساليه جديده يوم الاربعاء. اذا الوقفه ديالنا اليوم قانونيه ومشروعه وهي مشروعه انسانيا، لان الهدف ديالها نبيل وجات كترجم او واحد الصرخه للاهمال والتقصير اللي كيطول الاداره والمستشفى مولاي عبد الله امام صمت السلطات المحليه وصمت القطاع الوصي في شخص الوزاره والمندوبيه. لان هاد لا اله الا الله محمد رسول الله، 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الاهمال ماشي غير في قسم الولاده، ولكن الاهمال حتى في التجهيزات الداخليه ديال مستشفى مولاي عبد الله. كان سبق لبعض الجمعيات من المجتمع المدني ديال المحمديه اللي راسلت وعرفت صمت رهيب. حنا الا رديتوا البال المكان ديال الولاده هو الخلف ديال مولاي عبد الله، وحنا نظمنا الوقفه قدام الباب الرسمي اللي هو المستشفى عامه. اذا حنا ما كنشخصوش غير الولاده كانت ضحايا، والغريب في الامر غير في هاد 3 شهور كانت حالات وفاه كثيره تعدات. السيده اللي توفات من عين حروده، ولكن السيده اللي توفات من عين حروده كانت القشه التي قدمت ظهر البعير. الان حنا في الوقفه ديالنا كنعنيو الوضع الصحي مستشفى مولاي عبد الله وجميع المستشفيات عامة في الجهة ديالنا من المحمدية والدار البيضاء من أجل تحسين، وهذا كيتحمل المسؤولية ديالو المندوبية ديال الصحة، هي اللي خاص تشوف فين كاين التقصير، فين كاين الخصاص. كذلك المجلس البلدي كاينه مبادرة وطنية، خاص المجلس البلدي ديال المحمدية يكون عنده واحد الخطة استراتيجية بعيدة المدى أو متوسطة، ويشوفوا لنا شنو خاص هذا المستشفى، لان هذا مركز صحي كبير، مستشفى اقليمي. اذا خاصنا نشوفوا فين كاين الخصاص ونتعاونوا كمجتمع مدني، نتقدموا في اطار المبادره الوطنيه، نشوفوا منظمات ما يكونش واحد يكونوا متفوقين على نفوسهم ويبقى المواطن هو اللي كيدفع الثمن. شنو تقول في واحد الشعار اللي ولا كيحملوه مستشفى مولاي عبد الله، كيقولوا بان النساء الحوامل داخل مستشفى مولاي عبد الله مفقود والخارج منه مولود. الى اعترضوا البال حتى في الوقفه ديالنا غيكون عندنا واحد الرساله ولا واحد الميساج هو رمزي، هو الانسان او السيده اللي غتكون مكفنه. اذا حنا اصلا تيقناهم، الا كان هذا شعارهم حنا صدقناه، وحتى اليوم غترفع واحد اللافته فارغه بيضاء كتدل على اننا عينا من الشعارات. ما بقاش عندنا طالبنا المجتمع المدني المحمديه طالب، ودعي حرده طالب، وبني خلف طالب، وسيد بن علي كل شيء طالب، وغترفع لافته بيضاء اننا عينا، وغتكون واحد اللافته ديال السيد اللي غيكون بالكفن، لان اللي كيحط رجله في مستشفى مولاي عبد الله صار مفقود قبل ما يخرج منها مكفن. السي انيس كنتمنى هذه الوقفه الاحتجاجيه يسمعوا ويجيو يطلعوا على مستشفى مولاي عبد الله. مستشفى مولاي عبد الله بالنسبه للقضيه ديال الاعتصام، انا شخصيا عشت معاه في المستشفى من اول دخلنا للمستشفى. بصراحه انا شنو نقول لك، يعني بزاف الحوايج تعرضنا لهم هنايا. من بين الحوايج ان الاهمال كاين يعني بواحد النسبه لا تقاس، المعامله بدون نقاش في هذا الموضوع. بالنسبه للابتزاز، انا شخصيا بالله عليك حاله يعني بين الحياه والموت، كتعيط لك مسؤوله تمايا وكتقول لك يعني
دخلها تفتح يعني مقابل فلوس شحال تعطيني بهذا المعنى بالله عليك فين كيف بهذا المعنى مستشفى مجاني للاسف ملي كتقولي بحال هكايا الكارثه الكبرى ملي كتعيط ليا المسؤوله اللي تبقى من بعد وقت طويل عندهم السيده فاش جبناها كتعيط ليا كتقول لي حتى الوحده ونص كتصل بيا كتقول لي طلعي عندها ملي طلعت عندها قالت لي جيبي لي الحوايج تاع السيده وجيبي لي الغاز مشيت جبتهم ليها ملي طلعت عندها قالت لي غادي نجيب لك السيده كيفاش غتجيبي لي السيده وهي في واحد الحاله اللي ما تقدرش تخيلها جابوا لي السيده الله يرحمها كل هاد المايات ما تقدرش تخيلها في واحد لاصال انا وياها لا ممرضه معاها لا حتى حاجه واحد الحاله نقدر نوصف لك ما نقدرش نقدر نوصف وراها التصوير عشان اكيد انا هذه عشه انا قدامهم انا مع خلوني اصلا مع السيده نعرف ملي كنمشي كنتصل بهم تنقول لهم ودي السيده راه كتوجع راه كتنسى فيا قلت لي راه غادا تفتح راه يستحيل تولد بشكل طبيعي كنتفاجئ بهم انا مسدين عليهم واحد القاعه وكيتغداو كلهم حتى واحد ما كاين كندور ديك لاصال كامله مع العلم اني ما عنديش الحق نطلع تماك ما عنديش واحد لاصال اللي فيها نساء اخرين تقول خصو يكون تما خصو يكون مسؤول خصو يكون تما ماشي انا غنعيط بالنسبه لهاد النقطه راه هاد النقطه انا شخصيا حنا عشناه يعيشوا الالاف ديال المغاربه هذا وضع راه كارثي ولا يعرف يعني الانسان ما تعرفش شي حتى في الاخر كيفاش بحالها ما كتعرفش شنو كاين واش ولدات واش ماتت واش حيه حتى حاجه ما كتعرف كيجيو حتى الاخر عاد كيصبر يقدر يصدمك بشي واقع اللي انت ما على بالكش داخل يعني في واحد الحاله اللي ما اش غنقول لك ما غاديش تقول هادشي كله غادي يطرا انت غادي تتفاجئ بشي حوايج ما غاديش يكونوا ما كاينينش اصلا على بالك شحال ديال الوقت ديال الانتظار وفي الاخر كتبقى انا السيده جثه هامله واش الحاله ديال حوايجنا بالحياه هي نهار كامل كنتسناو حتى 7 ولا 7 ونص المسؤولين بصراحه يعني كان دابا المسؤولين ما غاديش نحددوا بصفه عامه المسؤوليه كتحملها الجميع اكيد حنا بالنسبه لنا حنايا كناس يعني تضررنا فقدنا يعني اعز انسانه في ظروف للاسف انا غنقولها وغنكرر الحدود غامضه لحد الساعه ما عندناش الوقت يعني باش نقول لك ما عندناش المعلومات هي ماشي ظروف غامضه باينه لان كاين اهمال وابتزاز للاسف ما عندناش المعطيات الحقيقيه حنا مشينا على معطى اللي نقدر نقولوا ساهل ممكن غتعيش ملي توجهنا للميريت ولقينا معطى اللي هو كارثي تقدر في يومين توفات السيده يعني هذا في حال لو كان عطاتنا بعض المعطيات كان ممكن يعني شويه انسانيه على الاقل غادي يطبق الواقع غادي يعرف شنو كاين حنا قبل من هذا المنبر كنحاولوا نوجهوا يعني الرساله ديالنا للمجتمع بصفه عامه والمسؤولين انهم يعيدوا النظر في قطاع الصحه راه قطاع الصحه راه خاص شيء كثير كيمشيو الناس يعني كيمشيو ضحايا بسبب الاهمال والابتزاز لا اله الا الله احتجاجيه رغم العراقيل رغم الصعوبات اليوم كنشوف الوقفه الاحتجاجيه انا اولا ترحم على روح الفقيده المنع او لا غير المنع المنع مرفوض وشكل ومضمون لانه يؤسس على ضوابط مرجعيه انطلاقا من ارساليه كسبناها السيد خليفه الاول يقول في المنع ديالو بانه حسب مصادر مطلعه رفضنا المنع والباس السيد الباشا والسيد العميد تفهموا رفض ديال المنع لان كان رفضناه غنعطيو بالتعليل وغيكون عنده خطر لانه المنع بالطريقه باش تعطى الكتابه ديال المنع بطريقه لا ترقى الى مستوى ادبيات الكتابه هذا واحد ثانيا كيتضمن بعض الاهانات باننا تصرف غير مسؤول وهذا شيء ما كنديروش حنا وبعيد على الثقافه ديالنا اذا ما غندوز في هذه الحيثيات وغندوز حنا ماضون في هذه الوقفه هذه كتخص هذه الوقفه ما فيهاش من حنا عطينا اخبار غنديروا وقفه احتجاجيه حنا بغينا نتعاونوا مع السلطات ونخبروهم اش توصل المسؤولين اليوم المسؤولين كنوصل لهم باننا حنا طرف في المعادله التنمويه بضروره ايجاد حلول بديله لهذا الوضع الكارثي المشاكل الولاده والصحه بشكل عام على اعتبار ان مستشفى علي عبد الله ولا قنبله موقوته ولا بوطوار اللي كاين حتى لومبلا
لومبلاسمون ديالو ما كيف كتشوف دابا لومبلاسمون ديالو ما فيش مساحه بزاف. اذا خاص الجهاد، وهذا الجهاد ما كيجي الا هذه الوقفه الاحتجاجيه كتوج هذا الاحتجاج في اطار سياسه مندمجه على مستوى حكومي، على مستوى دور برلمانيين، دور منتخبين، دور سلطات اقليميه، دور مندوبيه الصحه وزاره الصحه، دور وزير الحكمه، باش تلقى حلول سريعه. كتمشي وتجيها متبعه مع الدكتور العالمي. الدكتور العالمي قال لها تقدري تولي طبيعيه ما كاين حتى مشكل، والفيرمليات او لا فيرم الطبيبات او الله اعلم قالوا لها علاش تولدي؟ ما عندكش حق تولدي، ما عندكش حق تحملي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي ما كاينش في الاسلام. حسبي الله ونعم الوكيل. واش كيقول لها ما تحمليش؟ قالوا لها كبرتي. على كبرتي واش كيتراقبوا بان اللي دخل المستشفى مولاي عبد الله يموت؟ ايوا هذاك هي هذه هذه قاوله بحال ما قايده غيدخلوا غادي يبقى يقتلوها. ديك شويه مستشفى مولاي عبد الله من تقصير واهمال طبيين. انتم قبل قراءة البيان الختامي أريد أن أحيطكم وأريدكم أن تتفهموا لوحتنا الرمزية التي كانت عبارة عن جنازة رجل أو سيدة. لكم تحليل. البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف فعاليات المجتمع المدني بعين حرودة والمحمدية أمام مستشفى مولاي عبد الله، المنظمة بتاريخ 2013/12/6 تنديدا بالوضع الصحي الكارثي الذي يعرفه المستشفى. نحن فعاليات المجتمع المدني لعين حرودة والمحمدية نندد بحالة اللامبالاة والسلوكات اللامسؤولة والغير أخلاقية واللا إنسانية المشوبة بالإهمال والابتزاز والتقصير في إسعاف المرضى بمختلف الأصناف التي كانت آخر ضحاياها السيدة نادية معتصم التي وافتها المنية تاركة وراءها رضيعا وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وأسرة مكلومة ومفجوعة لهذا المصاب الجلل. وتبعا لما سبق ذكره وإزاء هذا الوضع الكارثي والغير مسؤول في القرن 21 نطالب فتح تحقيق محايد ومسؤول في وفاة السيدة نادية معتصم، إعادة النظر في تجهيزات المستشفى الغير قادرة على إسعاف المرضى، توقيف الابتزاز، وقف الابتزاز والإهمال المتعمد من لدن بعض الموظفين، استقبال الوافدين إلى المستشفى في ظروف إنسانية متميزة، أن تدافع نقابة الأطباء على الحق لا الباطل، عدم تهديد مستقبل الأمومة بالمغرب. وهذا إذ نعلم بأن هذه الوقفة ما هي إلا حلقة من مسلسل وقفات متكررة في حال بقاء دار لقمان على حالها. لن نتوانى في الدفاع عن المرضى كلما اقتضى الحال، مساهمين في ورش الإصلاح الذي يقوده صاحب الجلالة مستمدين نضال من روح الدستور الجديد. وشكرا للجميع.